مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل كيكة تفاح بالقرفة، حاجة كده بجد وهم هتعجبك خالص. بس لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. وطبعا معانا شوية نصائح بالنسبة للي هيعملوا دايت وهياكلوها كسناك او كفطار. نيجي للمكونات بتاعتنا. معانا 2 تفاحة ومعانا 2 بيضة ومعانا كوباية سكر وكوباية زيت وكوباية زبادي وكوباية زبيب. والبهارات بتاعتنا عبارة عن 4 معالق قرفة، المعلقة اللي احنا بناكل بيها اللي هي العادية ديت، ومعانا معلقة جنزبيل، ومعانا هنبشر جوز الطيب مش هنعملها كلها، و2 فانيليا وكيس بيكنج باودر. هنقشر التفاح بتاعنا وهنقطعه تقطيع صغير جدا. بالنسبة للولاد طبعا اللي ما بتاكلش تفاح او فاكهة، يعني حاولي لما تكوني هتعملي وصفة زي كده تصغري الفاكهة خالص علشان ما تبانش معاكي. هنحط بقى طبعا المكونات السائلة كلها في الخلاط وهنخلطهم كويس جدا. هنحط كوباية الزيت، يكون زيت طبعا نضيف، وكوباية سكر، وهنحط طبعا 2 بيضة. طيب لو مفيش زبادي مكان كوباية الزبادي ديت هنحط مكانها كوباية لبن. هنخلطهم كويس جدا، وبعد كده هنحط بقى المكونات الجافة كلها مع بعضها. طيب ايه بقى المعلومات اللي انت هتفيدينا بيها بالنسبة لو انا عايزة اكلها كسناك للدايت؟ هنجيب بدل الدقيق اللي احنا حطيناه دوت، احنا هنحط دقيق قمح. تقولي للعطار انا عايزة دقيق قمح، وطبعا عنده برطمانات صغيرة كده في حاجة تانية برضو كمان كويسة جدا ومغذية جدا، اسمه جنين قمح وشوفان. ال3 حاجات دولت هنحطهم. نيجي الاول للمكونات بتاعتنا وارجع لك تاني برضو على المعلومات اللي انت لو حابه تاكليها كسناك للدايت. حطينا نص كيلو دقيق، وحطينا ذره ملح، وحطينا القرفه والجنزبيل، وهنبشر جوز الطيب بتاعتنا حاجه بسيطه كده مش كتير زي ما انت شايفه كده. وبعد كده حطينا الفانيليا والبيكنج باودر، وهنحط كوباية الزبيب، وهنحط التفاح بتاعنا، وهنحط المكونات السائلة اللي احنا خلطناها في الخلاط، وطبعا كنا مشغلين الفرن بتاعنا. بس كده. نيجي بقى دلوقتي لو انا حابة اكلها كسناك هنحط دقيق قمح، وهنحط جنين قمح، وهنحط شوفان نكون طحنينه في الكبة كويس جدا. هنحطهم كده مع بعض، وبعد كده مكان الدقيق اللي انت شايفاه دهوت مش هنحط دقيق ابيض خالص. وبعد كده هنشيل الزبيب من المكونات بتاعتنا، هنحط مكانها اي مكسرات انت حباها. وطبعا هنشيل كوباية السكر وهنحط مكانها 6 معالق عسل ابيض. بس كده، دي كده خلاص بقت كيكة دايت وصحية جدا. طبعا تاكليها في الفطار، ولو حابة تاكليها كسناك بتبقى طبعا صحية، ما تقلقيش منها. طبعا الشوفان كويس جدا، وجنين القمح طبعا ممتاز، والقرفة طبعا كويسة بتعلي الحرق، والجنزبيل طبعا بيعلي الحرق. ويبقى احنا كده اديتلك شوية نصائح. ما تنسينيش بالاشتراك وباللايك عشان انا بتبسط جدا. يلا بقى خشي اعملي لي اشتراك دلوقتي، وخشي اعملي لي لايك عشان عندي حاجات طبعا اكتر من كده هقولك عليها. طبعا كل ما نيجي نعمل فيديو هقولك على شوية نصائح برضو تنفع للدايت. طبعا كنا مشغلين الفرن، هخبطهم كده هو طبعا عشان لو في اي تفرغات او هواء او اي حاجة، عشان طبعا تبقى مستوية معايا من جوه كده. وكده خلاص. طبعا احنا كنا مشغلين الفرن، وهنحطها طبعا في النص. وقبل ما هخرجها هحط طبعا الخلة كده حاجة بسيطة، يعني طبعا هسيبها بتاع نص ساعة في الفرن، واحط الخلة كده قبل النص ساعة ب5 دقايق. اتأكد ان الخلة فاضية ما فيهاش اي عجين، كده تبقى الكيكة بتاعتي من جوه مستوية وتحفة. لو انت هتعمليها في صينية كده هتحطي طبعا تدهني زيت كده بالفرشة، وكنت رشة دقيق وخبطتها كده حاجة بسيطة. طبعا كنت مخرجاها سبتها بتاع ربع ساعة بره عشان اعرف امسك الصينية واقلبها. وبجد كده خلاص بقت جاهزة معانا الكيكة بتاعتنا، كيكة التفاح بالقرفة. ورشينا بقى شوية قرفة كمان على الوش عشان انا بحب القرفة جدا. وكده خلاص خلصت معانا، بجد هتعجبك خالص، وطبعا صحية جدا للولاد.
نيجي بقى نقطع دي بقى كده عشان اوريك ان هي من جوه مش عجين، لان طبعا ناس كتيره بيقولوا لك ان كيكه التفاح بتطول جدا في الفرن. انا ما كملتش معايا نص ساعه لاني انا كنت مشغله الفرن قبليها، يعني اول ما ابتديت في الكيكه ديت كنت مشغله الفرن بتاعتي. بصي من جوه اسفنجيه ازاي، تحفه. يا ريت بجد يعني تعمليها، هتعجبك خالص. اكتبي لي في الكومنت ايه رايك فيها. يا ريت طبعا زي ما انا ما فدتكم بالمعلومات المهمه ديت، يا ريت بقى تخشي دلوقتي تعملي لي اشتراك ولايك كتير، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.